السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده جايلكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. البسبوسه القمر دي المرمله هنعملها من غير زبادي ولا بيض ولا بيكنج باودر، وعاليه جدا، يعني هتلاقيها سمكها حلو قوي وطريه. بصي ازاي، على فكره دول اتنين فوق بعض، يعني مش واحده بس. اصلا انا طماعه وحبيت اضحك على ولادي وحطيت اتنين فوق بعض، وقلت لهم لا ده أنا واخده واحده بس وباكلها، بس هما اتنين مش واحده. بصوا، حلوة قوي قوي قوي، وبجد هتطلع احلى من المحلات كتير موجودة برا. يلا بس قبل ما ابدأ انزلي اعملي لايك، سبسكرايب، فعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اول حاجة انا هعمل الشربات بتاعها، هيكون شربات خفيف. انا هحط كوباية مية عليها كوباية الا ربع سكر، وعليها عصرة نص ليمونة، بس كده. واحطهم يغلوا على النار لمدة 5 دقايق، تمام. وهسيبها يبرد على جنب. لازم الشربات البسبوسه يكون بارد. انا عندي بقى نص كيلو دقيق سمونيلا او دقيق البسبوسه، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع زبده مسيحاها كده، كوبايه سكر، 3 معالق شربات بس تقيل بقى غير التاني، شربات تقيل. وعندي كمان 3 معالق جوز هند، انا منعماهم جوز هند ناعمه، تمام. هو بس كده، مش هو بص ده الشربات التقيل يا جماعه. ده الشربات التقيل بقى اللي هو ايه، يعني نص كوبايه سكر عليها ربع كوبايه ميه، وسيبهم يغلوا على البوتاجاز لمده برضو 5 دقايق، هيتقل معاكي، يبقى حلو قوي. انا بقى هضيف كل المكونات هنا. اقول معاكم المكونات: كان نص كيلو دقيق بسبوسه، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع زبده مدوباها، 3 معالق شربات تقيل، 3 معالق جوز هند ناعمه، وكوبايه سكر، كوبايه كامله سكر. هتطلع طعمها حلو جدا. انا بقى مش هحط هنا لا زبده، بعتذر، زبادي ولا بيكنج باودر ولا بيض، مش هحط. هبتدي ان انا اقلب طبعا بالراحه بقى، واحده واحده كده. ومن افضل حاجه اللي انت تعمليها بايديك، يعني بسيها بايديك، احنا مش هنعجن، احنا هنبسها بس. هي اسمها ببسوسه عشان احنا بنبسها بس كده. انا خلطت المكونات بتاعتها اهي كويس، ومعجنتش، مش عجين ده، انا عايزاها تبقى ناشفه كده. والبسبوسه وانتي بتعمليها كده بتحضريها طول ما هي ناشفه، اكيد هتطلع معاكي بعد كده طريه كتير. انا عندي بقى الصينيه بتاعه البسبوسه، انا هدهنها معلقه سمنه هنا بقى يا جماعه، ما ينفعش الزبده عشان ما تتحرقش. معلقه سمنه في الصينيه من تحت، مش هحط طحينه. اللي بيخاف اللي هي تلزق منه يقول لا لازم احط طحينه عشان ما تلزقش، لا هي مش هتلزق. انا مش هحط طحينه، هي معلقه سمنه من تحت. وايدي البسبوسه بتاعتي اللي انا عملتها، بصوا هي بصوا مفتفته كده، ما ينفعش تبقى طريه. السايله دي هتطلع في الاخر ناشفه، هتطلع ناشفه جدا منك يعني. اهي انا دي صينيه بسبوسه يا جماعه، او صينيه اللي هي بتاعه البيتزا، تمام. انا بقى هفرد هنا بقى بايدي الحقيقه، يعني هبل ايدي ميه وهساوي الوش بتاعها عشان تطلع معايا متساويه. هحطها بقى في التلاجة ترتاح بقى ربع ساعه. ليه بقى؟ علشان الحبيبات بتاعه الدقيق البسبوسه دي تنفش، يبقى انا مش محتاجه كده البيكنج باودر في حاجه. وهحطها بقى في فرن درجه حراره 200 لمده 10 دقايق من تحت، بس احنا هنحط فراغ في النص يعني. بعد كده هشغل الشوايه لمده دقيقتين لغايه لونها ما يتغير. اوعوا تزودوا عليها عشان ما تنشفش بقى منكم. واول ما تطلع هسقيها بالشربات. الشربات ده بارد مش سخن، البسبوسه بس اللي سخنه. وهسيبها ترتاح بعد ما اسقيها بالشربات كده نص ساعه، وبعدين هخرجها. تمام. ايه رايكم في البسبوسه بتاعتي؟ وطالما البسبوسه شربت الشربات كده، اول ما بتحطيها تعرفي ان البسبوسه بتاعتك ناجحه 100%. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو الفيديو بتاعي عجبكم متنسوش بقى تنزلوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. باي باي.